تعال اقول لك ازاي تركن في الجراج او تركن بين عربيتين بدون ما تحس ان الموضوع معقد. وهعلمك ازاي طريقة زي كل الفيديوهات بتاعتي اللي قبل كده، انك انت تعمل قاعدة تنفذ القاعدة تلاقي نفسك ركنت او دخلت الجراج بكل بساطة. مع الخلاصة مع مؤمن الجزار في صفحة بتاع تعليم سواقة. لو اول مرة تشوفني حاول انك انت تعمل اشتراك للقناة عشان يجيلك كل جديد، او اعمل متابعة لو انت بتشوفني على قناة الفيسبوك. دلوقتي يا جماعة احنا عايزين نركن زي العربيات اللي راكنة دي. انا عايز اركن دلوقتي بين العربية الحمراء وبين العربية الرصاصي. خليك فاكر كويس قوي كلمتي لما جيت اقولك ان احلى ركنة لما تكون راكن وشك لبره، مش انك انت تدخل بوشك وبعد كده انك انت ترجع بظهرك. لا، انا عايزك انك انت لما تلاقي عربيات راكنة وشها للرصيف. يعني ايه؟ يعني كله موازي للرصيف. افتكر الكلمة دي، مش مميل. لو العربيات بميل لازم اركن بوشي، انما لو انا العربيات زي ما انتم شايفين كده كلها راكنه وشها للرصيف، يبقى انا كده احسن حاجه ان انا اركن بظهري. تعالى بقى اعلمك التركايه اللي انا بعلمها لك في كل فيديو تلاقي نفسك ركنت بكل بساطه. اول حاجه انت لازم يكون بينك وبين العربيه اللي هتركن عليها بظهرك من 50 سم المتر، وده اللي احنا اتعلمناه في كل فيديوهات الرجوع لورا. بعد كده انا همشي مستقيم، طبعا هجيب الدركسيون يبقى معدول، وان انا هبدا ان انا اجيب الفتيس على الدي عشان ابدا اطلع، وابدا ان انا اتحرك بالعربيه بالراحه زي ما احنا قلنا كل مره. احنا عايزين نركن فين؟ عايزين نركن في النص بين العربيه الرصاصي والحمراء في المكان ده. واللي انتوا شايفين في الفيديو كده ان هو مش مكان واسع بالمره، ده هو مكان ضيق. طيب اركن ازاي في المكان الضيق ده؟ ده مكان عربيه كانت راكنه وبعد كده طلعت. تعالى بقى نركن احنا بقى مكانها. اول حاجه هعملها اني اطلع مستقيم بالعربيه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما فانوس العربيه الحمراء اليمين ده اهو يختفي من الشباك اللي ورا ده. شوفوا انا فين؟ ها كده العربيه اختفت بالكامل فانوسها اليمين. يبقى انا الجزء اللي ورا بالنسبه لي المقابل للسواق تمام. انا هبدا ان انا اركن بالطريقه دي. اول حاجه جبت الفانوس اختفى من الشباك اللي ورا بالنسبه للعربيه. ادي ظهر العربيه اهو يا جماعه، وادي الفانوس اليمين بالنسبه للاي 10 اللي لونها احمر مش موجود خالص. هبدا ان انا الف الدركسيون كله يمين يا جماعه، وان انا اجيب الفتيس على الار، وابدا ان انا ارجع تدريجي وانا جايب كله يمين عن طريق المرايه. هتلاقي العربيه بتلف وتدخل في المكان الفاضي. بصوا يا جماعه انا قريب منها اهو بس ما خبطناهاش، انا جايب لكم المرايه اهو، وكده كده الدركسيون كله يمين اهوت. يبقى انا هبدا ان انا اكمل رجوع. بعد كده ابدا الاحظ المرايه الشمال اهو، هتلاقي العربيه بتلف وتكمل رجوع اهو، في وسع جامد اهو. بعد كده وانا جايب المرايه اليمين هلاقي نفسي وسطنت بين العربيتين. ادي لقطه من المرايه اليمين وادي لقطه يا جماعه من المرايه الشمال، لحد ما عربيتي ظبطت مستقيم تمام. ابدا ان انا اعدل الدركسيون كده. الدركسيون معدوله اهو يا جماعه، وكده في مساحه ما بين عربيتي وعربيه الحمراء، وكده في مساحه ما بين عربيتي والعربيه الرصاصي. ابدا اكمل رجوع لورا لحد ما ابقى موازي للعربيه اللي جنبي، وبعد كده اقف الاقي نفسي ركنت بين العربيتين دول بظهري. ادي مسافه على يميني وادي مسافه على شمالي. في اقل من دقيقه ركننا بين عربيتين بس عن طريق ان انت فاهم مش حافظ. وهو ده اللي انا بعتمد عليه في الفيديوهات بتاعتي، ان انت تكون فاهم سواقه، بحيث ان انت لو اتعرضت لموقف تعرف انك انت تفادي الموقف وتحله، ما تبقاش واخد المعلومه من حد وتيجي تطبقها وما تعرفش تطبقها.
نشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي، لايك والشير بتاعكم الجميل.